فكرتني بحالة كيف مرات الواحد ممكن يفوت من العدالة. زي ما حكيت لك، في شخص ياباني نسيت اسمه، ولكنه كان مجرم قام بقتل، كان ياباني هو بدرس في فرنسا، قام بقتل الروميت تبعته وتناولها. نعم، وصور صور للعملية كلها، يعني مش إنه الأمر مش ثابت عليه. صور العملية كاملة، جثة كاملة، أنا آسف يعني، قام بإشي معين قبل أكلها وبعدين أكلها كمان، وصور الموضوع كامل. وهو الآن حر طليق وعايش في اليابان حر طليق، والموضوع كلياته صار لسبب ما بعرف هو خلل مقصود ولا غير مقصود في الإجراءات القضائية الفرنسية فقط. فزي هيك إشي هو اللي الطب الشرعي بيشتغل بداله، إنه يثبت القضية على هذا الإنسان، لأنه ما بتعرف قديش الموضوع ممكن يكون سهل على محامي إنه ينفي مثلا